مرحبا لكل أصدقاء قناة تالي فاميلي ستار، أهلا وسهلا فيكم من جديد وفيديو جديد ويوم جديد. إن شاء الله تكونوا بخير وكل أيامكم بخير، والأهم إنكم تكونوا بصحة وسعادة. اليوم رايحين على مدينة تانية، لكنا بالسيارة رايحين على مدينة تانية مشان أدلكم على محل جديد، محل سوري للمواد الغذائية، وكمان موجود بمدينة شليسفيك. متابعينا الكرام، ان شاء الله تكونوا بألف خير. احنا هلا رايحين على شوية تسوق، نعمل شوية تسوق بمدينة اسمها شليسفيك، يمكن بتعرفوها او ما بتعرفوها. هي مدينة بشمال هامبورغ تقريبا بألمانيا. فنحن رايحين هنيك نتسوق ونشوف شو في هنيك محلات عربية ونشوفكم، خلوكم معنا. محمد، تتذكر وقت رحنا على هذا المطعم اللي فوق الطابق 13؟ هاي البناية، هاي عن جد ولا أروع من هيك إطلالة، والإطلالة بتجنن على البحر وعلى المرفأ. كان تقريبا من سنتين تقريبا، ايه، بس هلا حولوا الكافيه لبار. تعرف هذا الشيء؟ والله ما بعرف. ايه، قالت رفيقتي الألمانية انه حولوا الكافيه لبار، مشان هيك ما عاد نقدر نروح له. بس المهم نحن قضينا لحظات حلوة يعني. طبعا على الإطلالة الحلوة كانت. ايه. وبنرجع بالتاريخ شوي لورا، بيقولوا انه مدينة شليسفيك وفي مدينة تانية اسمها فلينسبورغ، طبعا في كتير مدن تانية صغيرة بشليسفيك هولشتاين، انها كانت تابعة للدولة الدنماركية. وعلى فكرة في بعض المدن لهلأ فيها مدارس دنماركية بتعلم، يعني بتدرس كل شي باللغة الدنماركية وملزمة فيها. وبتلاقوا هون بهاي المدينة حتى البيوت والشخصيات كمان يعني بتشبه الدنماركيين، يعني بتحس انه في فرق بين الشخصيات، شخصيات ألمانية مثلا بتعرف هذا ألماني ولا هذا تركي كردي، بس انه بتشوف انه في هيك في لهم طابع خاص، يعني بتحس انه في دنماركيين موجودين عايشين هون بهاي المقاطعة. I'm just calling to say I am so troubled by the soul of mine. مباني جدا قديمة، بناء قديم. هلا هاي البناية مكتوب عليها 1703، يعني تصور من 1703 هذا المبنى موجود. I've said those words so many times. I need you in this life. I've said those words so many times. I need you in. وهي وصلنا للمحل. اسم المحل أورجينال سوبر ماركت، فيكن تلاقوا صفحته على التيك توك وعلى الفيسبوك. ما شاء الله المحل كتير حلو وكبير، بتلاقوا فيه كل المنتجات. رح بلش بالقسم الخضرة هون أول شي. ما شاء الله كل شي موجود إن شاء الله.
بدك ما بدك في لحم ما شاء الله. ايه حوالي نجربهم. جرب هاي مثلي ومثل أي ست بيت بيحبوا هذا القسم من كل المحلات اللي هو أغراض المطبخ. بتلاقوا جميع الأنواع وأشكال من أغراض المطبخ. عن جد شي كتير حلو وأسعار جدا مناسبة. هدول الزبادي كمان نزلتهم جديد 6 يورو، عن جد 5 يورو 99 سنت. هاي كمان هاي للعسل. والزبدة. هون عنا الزبادي البيركس، طقمة البيركس اللي بدخل للفرن. هاي كمان مع دكل، يعني مع غطا للبيركس. كاسات شاي، ركوات قهوة، يعني عن جد كاسات شراب وهي هون ضيفونا قهوة أنا وأبو عمر الغالي عم نشرب وعم نتفرج على المحل بشوي شوي. ورح كمل معكم هون أغراض المطبخ. عن جد فيه كل شي انت بتطلبيه، يعني بتطلعي من هون بتاخدي فيه بتاخدي منه كل أغراضك. في حرامات هون كمان. الحرامات السعر تقريبا 32.99 سنت على طبقين، يعني حرامات تركية. بيجوا بقلب بعض صينيتين خشب ومسكاتهم لحال بتركبوا. سعره بس 20 يورو. بس هي أكثر شيء مميز كمان والله لو ما عندي صوين كتير بالبيت كنت أخذت كمان. عندي كتير صوين. هاي مميزة. ايه شو سعرها هاي؟ شو مكتوب عليها؟ هاي بتنشال هيك 33.79 سنت، يعني 34 يورو تقريبا. خشب هيك تمشي هيك تاخذي. هدول كمان حلوين وفي معهم مسكاتهم. طبعا موديل المسكات هاي غير موديل المسكات هاي. وهي بتجي ذهبية وهذا بيجي خشبي مثل لوحة الزهر هذيك. ايه لون خشبي هذا بيجي. في صويني، في اغراض كروم كمان هون. وهي كمان للمناقيش الزعتر اللي بيحب يساوي. هذا فرن كمان. لحم لا بعجين. ايه هاي لحم بعجين والمناقيش والزعتر هيك حتى البيتزا بتصير. بتصير. ايه طبعا. هاي ثالث القهوة العربية كمان حلوة. ما عنا اياها بجوز ناخذها كمان. ما بعرف والله انا بنشوف. بحب القهوة هون العربية لاصحابين اللي والتراث هيك شغلات. كل التراث انا بحبهم، يعني صب حتى القهوة. التراث الالماني والكردي والعربي انا بحب التراث. هون كمان لاصحابين اللي بحبوا الشوي. اللي بحبوا بطن الشوي. جماعة الشوي في احجام مختلفة من المناقل. فينا هيك نشوي كمان هون. رح نشيله بالنص. دايما باخذ الشغلات اللي بالنص. ليش يعني بتجيك خير الامور اوسطها. ايه يعني يمكن تكون محظوظ. طبعا يا جماعة هي مو دعاية،
رحنا تسوقنا واشترينا مستلزماتنا، وأكيد صاحبة المحل مانا غريبة، هي رفيقتي، وإن شاء الله آية الرزق بنتمنى لها. واللي بيحب يزور المحل رح أترك العنوان بالبايو. كنت اشتري من هدول بسوريا. هذا كثير مقوي للجسم، اللي بيلعب رياضة مثلا، اللي عنده كثير مثلا فيه كتير فيتامينات. كثير فيتامينات. كانوا يجوا من تركيا وقتها، كان صار ب 200 يورو. عفوا 200 ليرة سوري. 200 ليرة مو 200 يورو. شوف في هون زيت كمان، زيت عفرين من خيرات عفرين. قديش التنكة؟ 100 يورو. 100 طبعا التنكة طبعا فيها 8 لتر. 8 لتر. التنكة فيها هاي عصرة أولى كمان. طبعا في كتير أنواع من الزيوت هون. غلي هالسنة مو مثل هذيك السنة، هذيك السنة كان أرخص، هلا زيت غلي. يعني هاي التنكة هذيك السنة كانت تقريبا سعرها بين 70 أو 60، هلا صار 100. كل شيء غلي هلا هالسنة، صار بكل يعني الأماكن. تقريبا هاي صار لها 6-7 شهور يعني غلي الزيت بشكل عام. صح. كنا نشتري زيت يوناني، هذا كان أطيب شيء أو أقرب شيء لمنطقتنا، منطقة عفرين، زيت السوري. هون كمان في عندنا فريكة. ايه في كتير فريكة هون. فريكة بلدنا، فريكة خيرات عفرين. ما ورجيتك أنا فرجيني هدول. كاسات شاي. هدول كاسات شاي شفافة كتير، محمد بيحب يشرب بيهم. يعني السماكة هون فيها وجدتهم كويسة. كان عندنا بالبيت بس ما ضلوا غير كاسة واحدة. عاد ما كسرتهم أنا، ما هيك؟ كسرت ما خليت شيء. ما عم بخلي شيء لمحمد. كسرت كل شيء. عم كسر أواني كل شيء في أواني بالمطبخ عم كسر له لا إياها. بس هلا أرحم. أول ما تزوجنا كنت عم تكسر كثير، بس هلا مش الحال. إيه طبعا، لأنه وقتها يعني لسه ما كنت بعرف كتير بقصص البيت والجلي وهيك شغلات. قضيت حياتي كلها بالدراسة. ومين عم كمان عم تكسروا كمان صحون بالبيت؟ يعني صحون؟ ايه كلهم عم بكسروا، يعني ما حدا بكسر أواني بس بالمطبخ. هلا في جلاية، الجلاية يعني من هالشيء. عم تنقذني. ايه هي وإن شاء الله عجبتوه ستايلي كمان. هذا ستايل محمد اليوم، ولبس حذائه الجديد اللي جبت له اياه عيد ميلاده. إيه. ايه حذاء لاكوست، والبنطلون رابي، يعني اسمه رابي. عندي هاي والجاكيت جاكيت والبولوفر من اديداس. ان شاء الله يعجبكم، بس انا هيك ذوقي ما بعرف. لبسه اليوم كله على لون عيونه. I'm just calling to say I am so troubled by the soul of mine. I've said those words so many times. I need you in this life. على فكرة عمر عم بيقول شو لفت نظره بهذا المحل، إن الخضرة والفواكه كتير نظيفة ومرتبة أكتر من المحلات الباقية اللي كنا نروح لها من قبل. أصدقائي بعد ما رجعنا من المحل حابة فرجيكم شو اشتريت. طبعا ما اشتريت كتير أغراض، اشتريت بس اللي بيلزمني لهي الفترة. عندي كتير أغراض جايبته من قبل، وهذا المحل أول مرة بروح له، لذلك اشتريت شيء اللي بحتاجه. أول شيء أخذت هذا النودلز، نكهة جديدة رح نجربه أنا والأولاد ومحمد. ما بعرف إذا تطلع طيبة، رح أخبركم بهذا الشيء. طبعا كمان بنستغني عن الخبز السوري بنجيبه. وهذا الفلافل كمان دقته عند صديقتي، كمان نصحتني فيه. وبهذا المحل سعره كمان كتير حلو، يمكن 6 يورو أخذته مو أكتر. هون الخيار التازة مثل خيار سوريا، وهون 7 بهارات أخذته من بهارات عبيدو. طبعا الفول كمان
كانوا عاملين مثل ما شفتوا بالفيديو عاملين كتير عروضات على الرز، على الفول، على المكسرات، على كتير شغلات. هذا كعك شمسين كمان كتير بنحبه لأنه فيه سمسم وبكون مستوي كتير منيح. وهاد بذر الذرة، بذر المصري كمان. هي أول مرة راح نجربها نشوف طعمتها. دلع هيك شغلات. أكلات للولاد كمان أخذنا هذا حمص كمان، حمص من الكسيح، كتير بنصحكم فيه، كتير طيب. فيه عدة نكهات، فيه نكهات بالزعتر وفيه نكهة بالمحمرة، وهذا حمص عادي بدون أي بس نكهة. هذا أطيب شيء. بس هذا أطيب شيء مثل ما قال محمد، هذا أطيب شيء. في وكمان بالفلافل وفي بالزعتر. وجبنا كاسات شاي كمان، 6 كاسات ب4 يورو. مثل ما قال بالفيديو يعني إنه أنا كتير بكسر بكسر كتير أواني. أكيد. بس يعني مو بقصد، يعني يا بسحطوا بالمجلة يا كنتي تكسري كتير، بس هلا مشي الحال. بس هلا مشي الحال. كنتي عم تستعجلي كتير بأمور. طبعا صاحبة المحل كمان نصحتني اني اخذ من هذا الحلو كتير طيب، قالت لي بالسمن البلدي، سمن البقري الحلو. رح جربه كمان نعطيكم رأينا فيه. اخر شيء ترى، والمعسل هو عنب ونعناع، ما هيك؟ عنب ونعناع. عنب ونعناع. عنب أصفر. عنب أصفر مع نعناع. نسيت أحلى شيء وأهم شيء، شوفوا هذا الغاز المتنقل. سفاري. السفاري. أنا عندي لحظة شوي محمد أجيب الغاز الثاني. ما بعرف هي الماركة إذا كويسة ولا لا، أخذتها. عنا من قبل هذا الغاز كتير بنستخدمه، طبعا بحطه على السفرة أيام الفطور، أيام العطل، مسخن عليه الخبز ومسوي عليه الفحمات تبع الأرجيلة. وهلا بعد ما فرجيتكم الاغراض رح ضبهم كل واحد بمكانه، ورح ابلش اساوي الكبه. مزبطهم من امبارح، سويت الحشوه وسويت العجين، ورح اظبطهم اليوم بس اقليهم واساوي جنبها اللبنيه. خلوكم معي وشوفوا كيف رح تطلع الكبه، وهيك بيكون خلص يومنا. وبنتمنى انكم تضلوا بخير وبسعاده، وانطرونا فيديوهات جديده. واذا عندكم افكار انه نساوي لكم فلوكات اكتبوا لنا اياهم بالتعليقات. باي باي.